قد لا يخطر ببالك وأنت تتجول في هذه المنطقة جنوبي الجزائر سوى بأنك في أكثر المناطق عمقا في الصحراء الكبرى، لتمد نظريك بعيدا تتأمل سحر الطبيعة. قد لا تدرك بأنك تقف في واحدة من أكبر معابر شبكات تهريب الممنوعات العالمية. الجمل بما حمل من أمثال العرب، هم يمجدون ذلك الحيوان ويعتبرونه رمزا للصبر والتحمل، لكن لا أحد يدرك ماذا قد يحمل أو ما يحمل الجمل في هذه المنطقة وهذه الأيام، وكيف يمكن لهذا الحيوان الوديع أن يحمل أخطر السموم على ظهره دون أن يكون في وسع أي أحد أن يكتشف ذلك، غير أن ما خفي كان أعظم. كانت الساعة تشير إلى 8 مساء عند وصولنا إلى مدينة تندوف، هذه المدينة الهادئة والمترامية في أقصى الجنوب الغربي للجزائر بمحاذاة المغرب وموريتانيا، بشريط حدودي يتجاوز 1000 كيلومتر، تتنوع تضاريسه القاسية بين مرتفعات صخرية وأراضي مبسوطة تعرف هنا بمصطلح الحمادة. وقعت تندوف خلال الآونة الأخيرة بين فكي الشبكات الإجرامية الأكثر خطورة باعتبارها امتدادا لأكبر شبكات التهريب الدولية للمخدرات، فطوفان السموم المهربة من المغرب جعل من هذه الولاية محطة عبور مئات القناطير من الكيف نحو دول أخرى مرورا بالجزائر. ومن باب الصدفة تزامن وجودنا في عاصمة ولاية تندوف تسرب معلومات دقيقة تفيد استعداد عصابة خطيرة من جنسية أجنبية وجد منظمة يقودها حسب ما بلغنا من أحد سكان المنطقة مخازن سابق تابع للنظام المغربي، الأمر الذي دفعنا إلى محاولة التأكد من مدى صحة المعلومة لدى مصادر رسمية. فتقربنا من المجموعة 11 لحرس الحدود بحاس الناقة، أين وجدنا أفراد السلاح يعدون العدة ويؤهبون أنفسهم استعدادا لخوض عملية مضادة بعدما وردت إليهم نفس المعلومات. الجميع في حالة تأهب قصوى وفي انتظار أولى التعليمات، فلا مجال للخطأ والأعذار غير مقبولة. وبعد أخذ ورد مع قائد أركان المجموعة تمكنا من الظفر بموافقته المبدئية لمرافقة عناصر الدولية التي انطلقت في الواحدة زوالا باتجاه وادي سبيطي. تبعد وادي سبيطي حوالي 180 كيلومترا من تندوف، كونها المنطقة المفضلة لعصابة التهريب. كانوا حسب التعليمات أفراد يحرسون التشكيل وآخرون يترصدون بالمنظار. قائد الدورية يحدد المكان بجهاز الGPS ويعطي إحداثيات النقطة لمركز العمليات بالمجموعة والذي يتابع جميع المهام الخارجية.
5 31 31 Ouest whisky 25 Noir nectar 3136 36 35 5 mon Charlie, alors on contacte 5 Charlie. النقطة هذه ذات الإحداثيات 2906 312 شرق غرب 3136. كاينة مجموعة من المهربين احتمال مرور تاعهم بالواد المسمى واد سبيطي. حنايا تعليمات القيادة ننتقلوا للبلاصة هذيك باه ننصبوا كمين ونحفظوا عملية التهريب. فيما يخص مكافحة التهريب ومكافحة الإرهاب والمتاجرة بهذه المخدرات، هذا هو البلاصة المحتمل أنه يفوتوا عليها. لازم نصبوا لهم كمين، دوك نقسموا الكمين تاعنا بالحذر ونديروا الاحتياطات الأمنية اللازمة. تفطن أحد عناصر الدورية لآثار أقدام وبدأ في متابعتها خطوة خطوة، ولكن لم يعثر على شيء، فالرياح أزالت بعض الآثار. أعاد القائد جمع أفراد الدورية وأعلمهم بإكمال المسير نحو وادي سبيطي. بدأت شمس تندوف تنام وأزدل الليل ستاره. بعد ساعة أخرى من المسير وصلنا للمكان المطلوب، وادي سبيطي، 10 كيلومتر من الحدود المغربية. قد يبدو للعيان أن الأرض مسطحة وتستطيع أن ترى كل ما يمشي فوقها، ولكن الحقيقة عكس ذلك. فبالقرب من الشريط الحدودي تنقسم الأرض لأودية صغيرة يستغلها المهربون للتسرب عبرها حتى لا يلمحهم عناصر حرس الحدود الجزائري. تقترب الدورية ببطء وبأضواء خافتة نحو الأماكن المشبوهة والمسالك الوعرة. ترجلت الدورية من المركبات، وأعطى قائد العملية خطة لنصب الكمائن. لم يستعد ريح. حوصرت جميع المنافذ المحتمل استغلالها من طرف شبكات التهريب. نصب الكمين. لحظات ترقب، قد تكون المفاجأة في أي لحظة.
الجميع في حالة تأهب بوادي سبيطي. وفجأة يتلقى قائد الدورية اتصالا عبر جهاز اللاسلكي. عملية بحاس خب الحدودية على بعد 3 كيلومترات من المغرب. حاس خب هذه المنطقة الحدودية تبعد عن وادي سبيطي أين كنا متواجدين بحوالي 600 كيلومتر. الأنباء الأولى تفيد بحجز كمية جد معتبرة من الكيف المعالج، ولكن خلافا لما كنا نتوقعه لم يتم استحضارها كما جرت العادة على متن سيارات رباعية الدفع من نوع ستيشن، وإنما تم نقلها على متن قافلة من الجمال. حينها تيقنا أن المهربين بدورهم تفطنوا لكميننا وغيروا مكان العبور الذي كان من المفترض أن يتم عبر وادي سبيطي إلى منطقة حاسي خبي. المفاجآت لم تتوقف عند هذا الحد، فالتفصيل المهم في المعلومات التي كانت تردنا عبر أمواج الجهاز اللاسلكي تؤكد أنه في سابقة من نوعها تم الإطاحة بعدد هام من المهربين، ورغم حجم العملية ووقعها الكبير إلا أنه كان من المستحيل أن ننتقل في مثل هذه الساعة إلى حاسي خب، فقررنا العودة لمقر إقامتنا. وفي الصباح كان المشهد فريدا من نوعه، فبعد 23 يوما من الترصد وتتبع آثار هذه المجموعة من الأقدام وسفن الصحراء، وبعد قطع الدورية أزيد من 65 كيلومتر، تمكن عناصر حرس الحدود للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتندوف وعلى الساعة 9 ليلا من الإيقاع ب10 أشخاص من جنسية مغربية تسللوا إلى التراب الوطني وأفرغوا حمولة قدرت ب 1745 كيلوغرام من الكيف، كمية كانت موجهة نحو الشرق الأوسط. فرحلتها تبدأ من المغرب مرورا بالجزائر لتدخل مالي ثم صحراء ليبيا لتصل صحراء مصر وتوزع بعدها للشرق الأوسط. فكيف تلتقي هذه الشبكة؟ هي سلسلة من الأشخاص من التراب المغربي وغيرها من الدول التي تعبر عليها هذه المخدرات، يستخدمون في اتصالاتهم أجهزة متطورة تعتمد على الأقمار الصناعية كهواتف ثريا، ويتلقون الأوامر من رأس الحربة البارون الكبير، والذي غالبا ما يكون مستقرا في المغرب. فبمثل هذه العملية النوعية تكون مصالح الدرك الوطني قد أصابت حلقة مهمة من هذه السلسلة المضبوطة والمدروسة بإحكام. في إطار مكافحة النشاط الإجرامي عبر الحدود الجزائرية المغربية، وخاصة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتهريب الدولي للمخدرات، ومن أجل تشديد وتضييق الخناق على شبكات التهريب، بتاريخ 21/11/2012 تم نصب شبكة كمائن ليلا بالمنطقة الحدودية بالمناطق الحدودية، ومع القيام بعمليات استطلاع وتمشيط واسعة نهارا، أين تم اكتشاف آثار لقافلة من الإبل قادمة من الأراضي المغربية باتجاه تراب الوطني، ليتم تقفي وتتبع هذه الآثار على مسافة حوالي 65 كيلومتر، أين تم توقيف 10 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و 58 سنة على أهبة الدخول إلى التراب المغربي مشيا على الأقدام. وبعد تفتيشهم تفتيشا أمنيا دقيقا تبين أنهم من جنسية مغربية متواجدين بالتراب الوطني بطريقة غير شرعية. بعد استغلالهم بعين المكان أكدوا أنهم أدخلوا شحنة من المخدرات على متن الإبل وأفرغوها في التراب الوطني الجزائري، ليتم على إثرها تشكيل دورية مشتركة بين أفراد المجموعة العاشرة لحراس الحدود ووحدات الجيش الوطني الشعبي لتمشيط المنطقة، مما سمح بحجز واسترجاع كمية معتبرة من المخدرات قدر وزنها الإجمالي ب 17 قنطار و45 كيلوغرام، ليتم تسليم المعنيين والمحجوزات لمصالح الدرك الوطني التي فتحت تحقيق في القضية من أجل كشف وفك خيوط هذه الشبكة. كمية المخدرات المحجوزة كانت على متن مجموعة من الجمال المغربية، فبعد أن كان شبكات التهريب الدولية تستخدم سيارات ستيشن، أصبحوا اليوم يستخدمون الجمال، وذلك بسبب تشديد حرس الحدود الجزائري الخناق على حركة السيارات الرباعية ومنعوا مرورها. بارونات شبكات التهريب يستغلون أصحاب الجمال الفقراء ويغرونهم بالأموال، ليستخدموا هذه البعيرة في قوافل يقودها صاحبها إلى مكان تفريغ الحمولة. البعض من هؤلاء لا يعرفون شيئا، وإنما غرتهم المبالغ المالية التي وعدهم بها بارونات المخدرات في المغرب،
فجازفوا بحياتهم من أجل دراهم معدودة، فكان مصيرهم ظلمات السجن. الأمر الأكثر أهمية في هذه العملية هو أن الأشخاص الموقوفين ومع التحقيق المتواصل سيكشفون خيوط عمليات سابقة ستميط اللثام عن الكثير من الغموض، والكشف أيضا عن الشركاء في العملية المتواطئين معهم هنا في الجزائر. إذن هي ضربة قاسمة في ظهر شبكات التهريب الدولية التي تنشط من التراب المغربي، فأشد ما يؤلم هؤلاء العصابة ويفشل خططهم إلقاء القبض على العنصر البشري، لأنه من السهل على المهرب أن يفقد كمية من الكيف، ولكن من الصعب خسارة 10 أشخاص مدربين على التهريب وعلى اختراق الحدود يعرفون الصحراء جيدا ويوصلون الحمولة إلى المكان المتفق عليه. ومن الصعب جدا أيضا أن يكون المهربون أشخاصا مثل هؤلاء بسهولة. هنا في الجنوب الغربي للجزائر، وبالضبط ولاية تندوف الحدودية، أين تتخذ شبكات التهريب الدولية تراب هذه الولاية لتهريب المخدرات. سموم تدخل من التراب المغربي إلى الجزائر لتنقل إلى مناطق أخرى. دخلنا تندوف ليلا لنكتشف أسرار هذه العصابات، وها نحن نخرج منها ليلا تاركين وراءنا رجالا يسهرون لتأمين الحدود ويتصدون بحزم لهؤلاء المجرمين. إنهم رجال حرس الحدود الجزائري.